قيمة طنطاوية هنا داخل كلية التربية الرياضية الدكتور فتحي سليم المحاضر في الدورة دي المنظمة من قبل اتحاد الكرة المصري ومنطقة الغربية والمعتمدة من الاتحاد الأفريقي والدولي. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، وانا سعيد ان انا اكون موجود مع قيمه اعلاميه زي حضرتك كده. انا سعيد بحضرتك نجم من نجوم نادي طنطا بقى وربنا يخليك. ويعني وحضرتك يعني مدير فني للعديد من أندية الخليج ولك باع طويل في أندية الخليج ومدير الكرة بنادي طنطا ومحاضر. ان شاء الله يعني نمسك الخشب للدكتور فتحي سليم. الحمد لله بفضل ونعم ربنا، وبشكر ربنا المكان اللي احنا بنوصل فيها، واحنا بنحاول نطور نفسنا باستمرار ونضيف ونتعلم ونضيف ونعلم ونأدي الرساله بتاعتنا على خير وجه في المسائل في المجال الرياضي. الرساله دي اللي هنسأل عليها قدام ربنا. سنسأل يوم من الايام ماذا قدمت على مستوى الرياضه على العام والخاص. انا عايز اقول ان دي تقدم كبير في مجال الرياضه، في اهتمام بالتدريب والمجال اللي بيحصل الوقت اللي بيحصل دلوقتي بالنسبه للمدربين. الهدف منه رفع مكانه المدرب، زياده قيمه المدرب العلميه، زياده قيمه المدرب الادبيه. ما يحدث الان على مستوى التدريب بالنسبه للدورات التدريبيه ده بتتم باسلوب علمي، بيتم باسلوب علمي على اعلى مستوى، وده لفضل ربنا راجع للسيد الكابتن علاء نبيل المشرف الفني المدير الفني لاتحاد الكرة، راجع الاستاذ الدكتور جمال محمد علي. القيمه العلميه العظيمه. اسلوب الدورات النهارده فيه تطوير جدا من حيث المناهج ومن حيث الاساليب، من حيث المستويات العلميه، من حيث انتقاء المدربين على اعلى مستوى عشان يقدر يقوم دورات. النهارده كل حاجه ماشيه باسلوب علمي، باسلوب جيد جدا عشان نرتقي باسم قيمه المدرب. في النهايه بينعكس كله على المنتخبات بتاعتنا، بينعكس كله على الانديه، بينعكس على المدرب، على المواطن الشاب المواطن، على المستوى اللي يقدر المواطن صالح يفيد البلد. النهارده الاكاديميات موجوده فيها مدربين، المدربين بيهتموا بالاولاد في مجال الرياضه، منهم من هيلعب في الانديه، منهم على مستوى عالي، منهم يوصل لمستوى منافسه، منهم هيطلع مواطن صالح، العقل السليم في الجسم السليم، يفيد المجتمع ويأثر ويتأثر بالمجتمع ويؤدي الى نجاح جيد. دكتور فتحي، انا شفت الاستاذ الدكتور والكابتن والرمز الكبير كابتن جمال محمد علي بيشدد على المدربين المتقدمين رخصة بضرورة الحضور والمواعيد والضبط والبصمة. الدنيا متغيرة الدكتور جمال محمد علي هو في سيستم، هو بطبيعته هو حاجتين اتنين. هناك طبيعه وهناك مستلزمات العمل. طبيعه الدكتور محمد علي من بدايته كطالب متميز في كليه التربيه الرياضيه الى المكانه العلميه اللي وصل بيها والفكر اللي وصل بيه على اعلى مستوى، هو اللي وصله لهذا انضباطه والالتزام. والانضباط والالتزام اللي وصله لهذا المستوى، اللي خلاه متمسك، خلاه يطور كل حاجه، بينعكس بينقل هذا الفكر وهذا الانضباط على مستوى المدربين. فهو بيتكلم في جزئيه مهمه جدا على الانضباط والالتزام، كيف تصل دون ان تكون ملتزم، كيف تصل ان تكون ملتزم. التزام وانضباط. انت النهارده هتبقى مسؤول عن مجموعه، حافظ على مواعيدك، حافظ التزامك على الماده العلميه بتاعتك، على الموضوعات. فالنهارده انت بتصنع مدرب وبتخلق مدرب وبتضيف فيه عشان هيربي نشء. حتى من ضمن الكلام نتو بيأكد على الدكاترة المحاضرين للرخصة دي هنا في طنطا، برضو المادة العلمية بيأكد عليها، اسلوب الشغل، المجموعات. انا شايف ان في تطور تام جديد وسيستم يعني مش اي حد مش رخصه وخلاص زي ما بيقولوا كده، يعني مش مجرد ان انا بدخل بدفع فلوس باخد رخصه خلاص. ده في نجوح وفي تقييم وفي درجات. سيادتك اتكلمت في موضوع مهم جدا اشرت ليه. على مستوى المدربين هناك انتقاء على مستوى عالي جدا. وضعه الاستاذ الدكتور جمال محمد علي مدير التخطيط والادارات والدورات في الاتحاد المصري في اختيار المدربين. عشان تدخل مدرب هناك معايير محطوطه، تستطيع ان تجتاز هذه المعايير، ان تكون مدرب بتتفضل تدخل الدوره، تستطيع ما فيهاش مجامله، بتخرج ما بتكملش في هذا المجال تقدر. الموضوع لم يعد مباح لاي انسان. بعد العوده للفترات الطويله اللي احنا اتاخرنا فيها بيحاول يعوض باسلوب تاني خالص. هذا على مستوى المدرب، الانتقاء بالنسبه للمدرب اللي داخل ياخد هذه الدورات ويستفاد بيها،
يكون معلم تربوي ويضيف له كل شيء. ايضا على مستوى المحاضرين النهارده بقى في تنوع في مستوى المحاضر، بقى في منهج للمحاضر. مستوى المحاضر النهارده ميداني، استاذ جامعه، حسب التخصص، بقى في ماكس متغير. كل ده بقى في عندي قيمه علميه في المحاضرين، ان هم يقدروا ينقلوا الخبرات والعلم بتاعهم للمدرب عشان يطلع مستفاد استفاده كبيره من هذه الدورات. فاصبح في ثراء علمي، في تبادل خبرات، في تنوع في المدربين، في المحاضرين، في تنوع في العلوم اللي بياخدها، في تنوع في كل شيء بياخده المدرب من التنظيم المعمول، سواء من الماده العلميه سواء من المحاضرين. مجهود كبير من المنطقه الغربيه يا باشمهندس مجدي ناشد. بص، انا يعني انت بتتكلم في حاجات لازم الناس تعرفها جيدا. هناك دور كبير بتلعبه المنطقه الغربيه على مستوى التنظيم، على مستوى العمل، على مستوى التخطيط، على مستوى توفير كل المستلزمات اللي بتنجح العمل يحتاج النجاح. الدورات مش عمليه دوره بس، تحتاج الى تنظيم اداري، عمل اداري ناجح عشان نقدر نوصل. النهارده المنطقه الغربيه بتعمل دورات على متعدده النهارده في المنطقه، واصبح عندي كم كبير من المدربين في ظل الحداثه الموجوده في التدريب. طيب النهارده كمان ما اقتصرتش دورها على انها تنظم الدورات مع التنسيق مع الاتحاد وتحدد موعد الدورات، بل زادت اكتر في انها تثقف المدرب عن طريق مع التنسيق مع كليه التربيه الرياضيه برئاسه السيد العميد الاستاذ الدكتور هاني سعيد، انها بتعمل ورش عمل في المناطق بالاضافه للدورات. كل ده بتساهم في تنميه ورفع قيمه المدرب. ده دور اتحسب لها، عملت دورات كتير، عملت ورش عمل. حضرتك متاكد على نجاح منطقه الغربيه برئاسه المهندس مجدي ناشد فيما تقدمه تجاه المدرب؟ المنطقه برئاسه المهندس مجدي ناشد على مستوى التدريب بتقوم بدور عظيم جدا. على مستوى الانديه تعاون جامد والانديه، وانا بكلمك من منطلقين: منطلق محاضر، منطلق مدرب، منطلق مدير كوره. عشت كان ليا لك باع كبير في المجال الرياضي، ليا تعامل مع المنطقه في جميع الاعمار السنيه، في التسجيل، وفي هناك دقه جدا، هناك اسلوب علمي جدا، هناك حياديه، هناك شفافيه جامده جدا في التعامل على مستوى الانديه وعلى مستوى الدورات. اضافات كثيره وعلى مستوى تثقيف المدربين من المحاضرات والورش العمل اللي بتعملها الخاصه اللي بتعملها بتطور من نفسها. كل ده بيساعد المنطقه ناجحه، منطقه الغربيه ناجحه. يعني يجب ان احنا ندي كل واحد حقه، ندي كل واحد. على مستوى الخلق انا بشيد بدور المنطقه برئاسه المهندس مجدي ناشد. دكتور فتحي سليم، ان شاء الله هنتواصل بقى مع حضرتك الايام الجايه في خلال الدوره دي، ونصعد ونتعلم بقى ونتثقف تجاه دور حضرتك تجاه المدربين المتواجدين هنا في الدوره دي بمدينه طنطا من خلال كليه التربيه الرياضيه. ان شاء الله، وانا عندي احساس من اللي انا شايفه من الواقع المحطوط، من النظم المعموله، من الماده العلميه الموجوده، من اعضاء التدريس، من الدور الامامي كليه التربيه الرياضيه برئاسه الدكتور جمال هاني سعيد، ميسره كل حاجه علشان تساهم في نجاح الدورات. انا بشكر الجميع واقدم الشكر كل فرد باسمه، كل مكان بالهيئه بتاعته اللي ساعدت في تنميه المدرب في منطقه الغربيه. وبشكر حضرتك على المستوى الشخصي ان انت اديتنا الفرصه ان احنا نبين الدور كل واحد ودور كل مؤسسه وكل مكان ساهم في تنميه المدرب. شكرا حضرتك يا دكتور. شكرا.